بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي كنت قاعد وامي نايمه، فكنت عايزه اتعشى، فهنعمل كريب بس بالعيش البلدي اللي بيجي من الافران. فقلت شويه بطاطس عشان الزيت ما يتوسخش، وبعدين ادينا نقل ده. ولقيت شويه الجبنه دول في الفريزر، ولو عرفت هتموتني. والجبنه ديت من عند راجل ب8 جنيه كده الفراخ. هنروح نقليها مع بعض. جينا هنا عند الزيت عشان نعمل دي، نقليها. اهي دي ب8 جنيه. بسم الله. هنسيبها بقى لحد ما تحمر كده ونحس ان هي استوت، وبعدين نطلعها. حمرنا بقى ديت بقى شكلها كده. ودوت العيش اللي هنعمل منه، العيش العادي. هنبدأ بقى نقطع دي. ونقطعها حتت كده. هنقطعها صوابع كده طويلة. قطعنا دي كده. هنسيبها بقى في جنب ونيجي للعيش. هنقطعه كده لحد كده. ومحمد اخويا نايم، فانا هعمل له واحد اما يصحى ياكله، او هصحيه ياكله. فهنحط بقى البطاطس. نحط في الاتنين كده. حطينا بقى البطاطس، نبدأ نحط الفراخ. ونوزعه بقى هنا. هنبدأ بقى نحط زيتون. ده زيتون من اللي خالتي حنان جايباه، مش هم عاملاه. هنبدأ بقى ننزل بالجبنة، شوية الجبنة دول. شوية الجبنة اللي أمي لو عرفت إن أنا خدتهم هتموتني، كانت مخبيهم في الفريزر. خلصنا بقى الجبنة، هنحط دول. صل على محمد. الصلاة والسلام. حطينا بقى الكاتشب والمايونيز. نبدأ بقى بسم الله. نعمل كده، دول بالعرض. نجيب ده على دي. هنعمل التاني بقى زيه. نبدأ بقى نلف التاني، دول بالعرض برضه. نجيب ده على دي كده. كده هنروح بقى نبصمهم على النار. جينا بقى على النار، هنحط شوية زيت. وننزل بقى بالكريب.
ونبصمه بقى عادي زي بتاع المحلات اللي بره. ومش شرط تعملوه بالفراخ، ممكن تعملوه بالفراولة والنوتيلا، ممكن تعملوه بالجبنة، بأي حاجة عندكم، وأرخص وأسهل من بتاع المحلات. والبطاطس العادية من غير فراخ، البطاطس صافية عادي. لسه هنقلبه بقى، شايفين؟ اخلص دوت واعمل التاني. خلصنا بقى الكريب، شايفين الفراخ والبطاطس، ومعانا بقى زيتون مفدغ من بتاع خالتة حنان، ومعانا شوية جرجير. واعملوا لايك وشير، وروحوا للصفحة اللي على الفيس اللي اسمها مطبخ ام عبد الله العشري، عمل لها متابعة. واشتركوا في القناة بتاعة اليوتيوب، اشتراككم هيسعدنا والقناة تكبر بيكم زي الفل.